ايوه يا بيجي على مزاجهم يا بيجي في عينهم، بيجي في وشك انت او بيرد لك انت. هو بالظبط كده. ايمن فتره الجامعه كان في، انت كنت هندسه، ما هو كل كنت هندسه. هندسه دي عظيمه، خرجت ابطال شيكو يعني كلهم اشتغلوا مؤلفين عشان سكريبتاتنا كلها بتتهد زي المباني بالظبط. الحمد لله. انا دخولي الجامعه انا كان تنسيقي يجيب لي القاهره. اوكي. بس انا دخلت جامعه الهندسه فرع الفيوم. حلو. ليه بقى دخلت الهندسه فرع الفيوم؟ كنت جاي القاهره عادي. كانت تبع القاهره بس في الفيوم. عشان البط الفيوم. بجد؟ ايه؟ عشان لا مش عشان البط. لا مش عشان اكل بط. يا ريت عشان البط. البط ده اكتشفته بعدين. اللي حصل ان انا مليت التنسيق لوحدي. اوكي. فانا حطيت كان التنسيق زمان كده يا جماعه على ايامنا، ما اعرفش هو دلوقتي عامل ازاي، كان استيكرات كده بنملاها بجدول. طوابع. فالطوابع دي انا كليه الهندسه جامعه القاهره قمت لازقها اول واحده دي اللي كنت عايز اروحها. في حته بقى فرع الفيوم فجات لي فرحت، فقالوا لي عشان تنقل محتاج تشيل 12 ماده عشان ارجع بعد اول سنه ارجع القاهره. كملت هناك ما مشيتش اصلا. فضلت والله كان من احلى 5 سنين في حياتي. برافو. لدرجه انفلونزا الطيور جات لي هناك. طبعا يعني جات واحنا هناك يعني. وانا ما اعرفش تعرفوا يا جماعه المعلومه دي، بس الفيوم من اكتر البلاد المعروفه بصناعه الدواجن. طبعا. فهو 90% من اكل الفيوم فراخ، وبعدين في 10% كده سمك ولحمه والحاجات دي. اوكي. فكانت بس تجربه أليمة بقى ان انت البتاع باينه. لا ما كانتش باينه. انت كنت بتسكور الفراخ بقى. يعني انت كنت بتبقى ماشي بقى تلاقي كده محل، الراجل محل بتاع تبقى ماشي كده فراخ. نعم فراخ فوق فراخ بيشقطوك اللي هو عايز تطلع فوق فراخ فوق اطلع وهديك فرختين اطلع يعني. وبعدين كان في مطعم فرايد تشيكن معروف كل اللي بيشتغلوا فيه تقريبا كانوا من الفيوم، وكانوا بيرجعوا يفتحوا مطاعم في البلد في البلد دي. حلو. وكانوا هناك لما بييجوا يقوموا عاملين بتاع. بس كان في حاجه غريبه بقى في البلد دي، الكومبو ما كانش بطاطس وحاجه ساقعه. امال ايه؟ كان محشي وحاجه ساقعه. ياه. اللي هو ده حد يعني ده في حد في جوازه. عارف انت ان انت تاكل الكومبو بتاعك محشي وحاجه ساقعه ده عظيم. لما بقى حصل موضوع انفلونزا الطيور، طب الناس دي هتشتغل ازاي؟ كل شغلهم في الفراخ، محشي وحاجه ساقعه. بقى سمك، بقى بيعملوا سمك بدل الفراخ، بس ما بقاش محشي بقى بره الصيدليه. الله. فكان بقى في كده ايه. طب وقعدت في ال5 سنين ولا كنت بتروح ترجع كل يوم يعني؟ اول 3 سنين كنت بروح وارجع، وبعدين قعدت بقى اخر 2 سنين. قلت بقى انا هفهمكم بقى، انا هاكل واقعد لكم. وقعدت لهم. والشقه اللي انا كنت قاعد فيها كانت شقه غريبه جدا يعني. كان فيها مجموعه من الناس يعني. معاك زمايلك وكل زمايلي يعني في حكايات كتير عنهم، بس لو حكيت اي حكايه هنتحبس. كانت ايام، لا هي كانت، بص هي تجارب الجامعه بصراحه كانت من اكتر التجارب برضو اللي فرقت مع الواحد. كتبت منها حاجات في افلامك؟ في مسلسل شغال عليه اسمه شقه الطلبه، عن المغامراتي في شقه الطلبه دي. حلو. مين مخرج؟ لا لسه. ايمن يلا كنت عايزك في موضوع ايمن. يلا وكله شباب. طيب شوف كده بنتكلم في ايه. طبعا شباب كله مش الطلبه بقى، ما هو مش هنجيب يعني اكيد مش هنجيب كام حلقه؟